مساء الخير. في مصطلح كده في العلاج النفسي وفي التشافي الذاتي اسمه الكتابة الحرة، والمفهوم ده أنا باتعلم عنه بقى لي سنتين أو أكتر شوية، وطريقة الكتابة بتتحسن الحقيقة. يعني كان أهم حاجة في الأول بالنسبة لي إن الكتابة يكون شكلها حلو، إنها تكون منظمة، إن يكون في quote، إن أنا أكتب التاريخ العربي والإنجليزي وأقيس على ذلك. إنما الcontent ما كانش حُر إطلاقًا، لإن أنا كنت حاطة قيود على نفسي، نفس القيود اللي أنا حاطاها على نفسي في الحقيقة، أنا حاطاها على نفسي في الكتابة، إن أنا عايزة أكتب بخط حلو. طب ما أكتب بخط وِحِش، إيه يعني ميتين الخط؟ إن أنا عايزة أكتب بألوان متناسقة، طب لأ فاكس، إيه المشكلة يعني، هو أنا لو كتبت بألوان مش متناسقة الكتابة هتقول لي يخفي عليكِ مش هاكمّل معاكِ؟ no way. إن أنا أكتب بشكل منظم، إن أنا أنظم أفكاري، طب ما أنا أصلا بكتب عشان أنظم أفكاري، فإزاي بطالب نفسي إن أنا أكتب بشكل منظم في حين إن أنا أصلا متبهدلة ومتدربكة ورايحة للكتابة كأداة ربنا يساعدني من خلالها. خوف بقى من ضمن القيود، خوف إن النوت تقع في إيد حد في يوم من الأيام فيبقى يا نهار أسود، فلا إحنا هنكتب الحاجات اللي ينفع تتكتب بس، أو اللي ينفع لو النوت وقعت في إيد حد أو أنتِ مُتِ يا عائشة، النوت دي إيه ما تجيبش أجل أهلِك يعني. كلّها مجموعة من الأوهام والأصنام اللي بتقيدني. مؤخرًا باحاول أرمي كل الحاجات دي ورا ضهري، واكتب بس، أكتب كتابة حُرة، حُرة من القيود، وده اللي بيشتغل بصراحة. يعني أنا فعلًا لاحظت إن أنا لمّا باكتب كتابة حُرة بجد، مش زي ما كنت بافتكر إن أنا باكتب كتابة حُرة، لقيت إنه أنا باحس أحسن بعدها بكتير، باحس إن أنا فعلًا هديت ودماغي دي الحرب النووية اللي شغالة فيها هدِت، plus إنه باكتب أكتر بكتير، لإني ما بابقاش مُجهدة من الكتابة، لمّا باكتب بخط حلو وبتنسيق وبما أدري إيش، بأُجهد، فما باكتبش كل حاجة، أو لمّا ألاقي أفكاري مثلًا مش منظمة أوي، أقوم موقّف كتابة، عشان الكتابة ما تبوظش. يعني إيه الكتابة ما تبوظش؟ يعني إيه؟ يعني إيه بجد؟ فبقيت لمّا أكتب وأنا كده سايبة القلم يمشي على الورق زي ما في دماغي بالضبط، الأفكار تبقى حرفيًا بتنُط ورا بعضها في سيل متدفق لا ينتهي، كلّه بيتكتب، كلّه بيتكتب. لو أنا بافكّر في المروحة اللي شغّالة وأنا باكتب، لو أنا بافكّر في هاعِد البلوكات اللي قُدّامي، لو أنا بافكّر في whatever، كلّه بيتكتب. فألاقي نفسي إيه ده! طب ما الحياة بسيطة أهي، طب ما الموضوع مقدور عليه يعني مش زي ما في دماغي، ما فيش كارثة يعني، بجد. بيبقى الموضوع ظريف جدًا يعني، بس لأي مدى أنا قادرة فعلًا أكتب كتابة حُرة. ربنا يساعدني أكتب دلوقتي كتابة حُرة. أنا فعلًا يعني افتكرت الموضوع ده وأنا جاية أكتب، لإن أنا أصلًا ما أعرفش أنا فين والله، يعني هنكتشف مع الكتابة إن شاء الله. لو حد وصل لهنا أنا باشكره جدًا.